الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير وفي احسن حال. صباح الفل والرضا وكل حاجه حلوه على عينيكم، احلى متابعين في الدنيا، مش متابعين، عيله، احلى عيله في الدنيا. نهاركم ابيض وزي الفل ومعطر بذكر الله ورسوله عليه افضل الصلاه والسلام. تعالوا نشوف ان شاء الله احنا هنعمل ايه النهارده. باذن الله انا هعمل طاجن باميه بالعكاوي وبالليه الضاني. بتبقى حلوه قوي الباميه بالليه، هي معروفه باميه يعني بحاجه ضاني، بليه بعكاوي بلحمه ضاني. انا هعمل الطاجن بالعكاوي بالليه الضاني. ومعايا الباميه اهي اللي انا مفرزاها، بس معايا حاجتي وبتنجان مخلل وكده. يلا نخش على الفيديو ونشوف هنعمل ايه. بس قبل ما نخش على الفيديو انا عايزه افكركم متنسوش اللايك والشير والاشتراك يا حبايبي. يلا نسمي بسم الله ونخش على الفيديو واوضب حاجتي وارجع لكم تاني. اول حاجه عملتها حطيت البتنجان يتسلق عشان ايه يحيق، وحطيت الميه بتاعت العكاوي، غسلت العكاوي وقطعت كام بصلايه كده، بصل اللي هو الرفيع ده. بسم الله الرحمن الرحيم. مش عارفه عين البوتاجاز بتهبب ليه. دول ورقتين لوري وكم فص مستكه كده. بحط انا الفلفل الاسمر بعد ما تاخد غلوه عشان الشوربه ما تغمقش. بسم الله الرحمن الرحيم. هنزل بقى بالعكاوي بعد ما غسلتها. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. هنا بقى انا قطعت الليه اللي هعمل فيها الباميه. حطيت بقى الليه تسيح اهي اللي انا هعمل فيها الباميه. دي بصلتين حلوين يعني. بسم الله الرحمن الرحيم. مخرطهم رفيع قوي. يعني مش كبار قوي، بصلتين وسط. ومعايا هنا توم برضو مش كتير، انا بحب التوم في الباميه يعني ايه يدي ريحه. نقلت حله العكاوي على العين التانية لان العين دي عكننتني، بس هحاول اصلحها دلوقتي. حطيت لها كربونات وخل واشوف هتشتغل ولا لا. الصلايه اهي اصفرت بسيط قوي يعني عشان تبقى غامقه. احط عليها الثوم. يا سلام على الريحه، يا سلام على الريحه. عندي ابني الكبير نادر ما بيحبش الليه، بس هو انا واثقه ان لو شاف الفيديو ده او لو مش شايفه، لو قاعد معايا وشم الريحه دي هيقول لمراته اعملي لي دلوقتي باميه بالليه زي امي. ريحه تحفه. معايا هنا فلفل اسود وايه وبشره بلح او بشرتين يعني توسط بيها شويه. بسم الله الرحمن الرحيم. هنزل بقى بالقوطه. العكوايه انا شلت الرمل اللي عليها وهي بتغلي بقى مع نفسها اهي، وحطيت لها الفلفل الاسود. هسيب بقى دي تتسبك. تسبيكه اتسبكت اهو. بصوا تسبيكه عسل ازاي يا محلاها. بسم الله الرحمن الرحيم. هزودها بقى شوربه من الشوربه بتاعت العكوه. بسم الله الرحمن الرحيم. هسقط بقى الباميه. بسم الله الرحمن الرحيم. ظبطت لها الملح، ما كانش فيها اصلا ملح خالص، انا غير كنت حاطه حبه في التومه وانا دقاها. قرنين فلفل اهم. هتغلي بقى غلوه وهقول لكم، هرجع اقول لكم انا هعمل ايه فيها. احط بقى كام حته من العكاوي هنا في الباميه عشان يشربوا من الصلصه. هي ما شاء الله استوت ايه. كفايه ايه دول كده عشان الطاجن صغير، ولا احطها بقى مش عارفه، ممكن احط في طاجن كبير شويه. تاخد بقى وتدي كده شويه
وبعد كده هفضيهم في الطاجن عشان احطهم في الفرن. انا كنت هعمل في الطاجن ده بس شكلي كده هجيب طاجن اكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. كده بقى هفضيها في الطاجن وادخلها الفرن. فضيتها في الطاجن اهو، هحطها بقى في الفرن. حبايبي خلصت. حاجه بقى يتقال لها يا وعدي. بصوا، عايزه اوريكم كمان العكاوي مستويه ازاي. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بصوا عامله زي الزبده، زبده. اوريكم كمان بتاعه الشوربه، اوريكم كمان اللي في الشوربه. بسم الله الرحمن الرحيم. حاجه كده لوز. بصوا العكاوي مظبوطه ازاي ومستويه ازاي، والباميه ريحتها تحفه وطعمها تحفه. اتمنى يا رب يكون الفيديو عجبكم ويكون فيديوهاته بتعجبكم. واللي يشوف الفيديو يعمل لي لايك وشير، وتعالوا كلوا معايا. السلام عليكم.